شخبوط بيتسلم انت القضية 2010 ثماري بويز نصيحة يا جماعة وكل حد كلمت قلت هذا ربيعي ترى عادي يغدر فيك في اي لحظة كلام اسمعه ينقال من ورا ظهري افكر واحوس واتساءل هل هذيلا هم ربعي اذا كان الجواب نعم عيل شو اللي غيرهم لا خنت ولا غدرت لانه بالاساس مو طبعي اللي يبيني مصالح بصراحة ما احتاجها لانه مو هو اللي انا يا بنت الحاجة غلطة ارتكبتهم مسلتم عليها لين يوم الدين يوم اني كنت وياه وضيعت معاه سنين خدعتوني تركتوني جرحتوني بس خلاص يا قلبي كفاية ما عاش اللي ينزل دمعة عيوني القصد اشكي همي ما اسوي دعاية عرفت على ناس ما منهم في الدنيا اثنين وعلى غيرهم طلعوا بوجهين خلاصة الكلام الحين تبانا ولا لا انا بيكم لكن انتم ما تبوني ليه ما قلتوا من الاول انكم انتم ما تبوني ليه كذبتوا قلتوا انكم انتم تعزوني انكم انتم شفت العناء خلص ابيعكم ما ابيكم ارفع يدي للسماء واطلب سلام بين الرجال وما كنا هبد نفترق كنا نعيش كل يوم بيومه لين العهد احترق كل واحد شاف نفسه حسب نفسه ريال قلنا فلوس طلعت الاخوة بعد تنصرق قلتوا بالاول تبوني ليش الحين تركتوني وصل دنيا حية فانية تبون الحين تنسوني ما ظن باحلامكم ما ظن مطري على بالكم كل يوم فيه يعدي هطلع انا في منامكم القصد في الموضوع في الدنيا ما شي اخوة انتهى في البشر الحنين والمخوة وربي صارت هالدنيا تعطيني بعطيك لكن صدقوني في عمري كله منسى الايام الحلوة شوفوا باليوم ورايح ما يهمني اي شخص كان فيكم ريال مستحيل يرجع لي وص لابد اخوة لابد اخوة دم ما فيها رجال في الديت باقي يا اخواني ما يحتاج اكمل هالنص ليه ما قلتوا من الاول انكم انتم ما تبوني ليه كذبتوا قلتوا انكم انتم تعزوني انكم انتم شفت العناء خلص ابيعكم ما ابيكم ارفع يدي للسماء واطلب بان يهديكم هالقضية انكم انتم شفت العناء خلص ابيعكم ما ابيكم ما تبوني ما ابيكم ملك الاحساس